السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في منصة دوت ميرا. سؤال اتبعت لي كتير الفترة دي، لو يا دكتور ما ذاكرتش طول السنة أعمل إيه؟ مش هتكلم إن اللي أنا ما ذاكرتش طول السنة إن ما ينفعش أبدا أبدا إن أنا كطالب أذاكر وقت الامتحان. ده مش أسلوبي وما بحبش الطلبة اللي بتعمل كده، ولكن قدر الله ما شاء فعل. لعل حصل شيء منعك اللي انت تذاكر، فمش هنركز على الموضوع ده. خلينا ايه الحل؟ الحل في حاجتين اتنين لا غير. ما تدورش على اي حاجة تانية غير الحاجتين دول حرفيا، لان هم دول الحل في الظروف بتاعتك دي. ايه هم؟ اول حاجة الملخصات. ما تدورش بقى زيك زي الطالب اللي هو بيذاكر من اول السنة وهتبدأ تذاكر محاضرة بمحاضرة. انت محتاج ملخصات. يعني ايه ملخصات؟ يعني حد يكون ملخص المحاضرات كلها في ورقة او ورقتين، لان ما بقاش في وقت ان انت تذاكر المحاضرة كلها بكل تفاصيلها بما انك ما ذاكرتش خالص. محتاج تتعلم ازاي تلخص المحاضرة في ورقة او ورقتين، ودي عاملة فيديو عنها بالتفصيل. هنخلي نمسك المحاضرة نفهمها كويس جدا ونبتدي نلخصها. يعني ايه نلخصها؟ الفيديو عشان ما اطولش عليكم، الفيديو بيوضح ازاي نلخص المحاضرة، ويا ترى ايه هي الحاجات المهمة اللي لازم احفظها وايه الحاجات اللي هي عابرة ممكن تعدي والسلام. فاول حاجة انت محتاج تذاكر عن طريق التلخيص، لكن مش هتمسك بقى المحاضرة من اول كلمة لاخر كلمة. الاسلوب ده مش هينفع معاك في الفترة دي. تاني حاجة، لازم تحل أسئلة. يعني انت لخصت المحاضرة الفلانية دي، على سبيل المثال فيتال ساينس، ذاكرت المحاضرة ولخصتها كويس جدا، ابتدي جيب الأسئلة الخاصة بالمحاضرة دي ودرب نفسك عليها. ولو في سؤال واقف معاك ارجع تاني للملخص بتاعك. لازم تستخدم الملخصات والأسئلة. الأسئلة هتبتدي تدعمك اكتر وتخليك ترجع لو في حاجة مش فاهمها في الملخص كويس. على فكرة، لو عملت الاسلوب ده تلخيص صح وحليت الاسئلة وجربت نفسك وحطيت نفسك في وضع اسئلة، حتى لو ما ذاكرتش ممكن تجيب تقدير. حرفيا لو عملتها صح ممكن تجيب تقدير كويس.